فينيسيوس جونيور من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، لاعب مهاري فنان يعشق المساحات، لاعب ليس ككل اللاعبين. والآن مشجعين كرة القدم لم يقدروا هذه الجوهرة التي تسير بالثبات للأفضل. فيني هو بشر مثلنا قبل أن يكون لاعبا. حتى لو كنت مشجعا لأي فريق يجب أن تعترف بما يقدمه في الملعب وسوف تتعاطف معها. لا نتمنى أن تكون العنصرية سببا بإيقاف هذه الهدية البرازيلية لمستقبل كرة القدم. صحيح أن عقلية فيني تضيف له المتاعب أيضا، لكن يبقى لاعب صغير في السن وأمامه مستقبل كبير. ورغم خروجه بالبطاقة الحمراء إلا أنه كسب تعاطف العالم بعد تعرضه لإساءات عنصرية من المدرجات. رابطة الدوري الإسباني خرجت ببيان جاء فيها أنها ستطلب كل اللقطات المتاحة للتحقيق في الواقعة، وأضافت: إذا حددنا أي جريمة كراهية سنتخذ الإجراء القانوني المناسب. بدوره عبر الرئيس البرازيلي لويس إنياسيو لولا دا سيلفا عن دعمه للاعب قائلا: أود التعبير عن تضامني مع اللاعبين البرازيلي. صبي فقير نجح في حياته وأصبح من أفضل لاعبي العالم، وبالتأكيد هو أفضل لاعب في ريال مدريد، ويتعرض لهجوم في كل ملعب يلعب فيه. هذا غير مقبول، نرفضه سواء في البرازيل أو خارجها. وأدان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: كان يوما حزينا في ميستايا، حيث أظهرت مجموعة من المشجعين أسوأ ما فيهم. حان الوقت للتوقف عن الكلام والتصرف. لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو بالمجتمع، بل العنصرية في أي مكان. كما بعث رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز برسالة دعم لفينيسيوس: إلى أي مدى سنختبر ذلك في منتصف القرن 21؟ حلقات مثل التي نشاهدها مجددا في الدوري الإسباني. لا توجد السعادة في مكان به عنصرية. لون البشرة لا يمكن أن يكون مصدر إزعاج. كيليان بابي كتب على انستغرام: أنت لست وحدك، نحن معك وندعمك يا فينيسيوس. ميليتاو أيضا كتب: كان اليوم يوما حزينا آخر هنا في إسبانيا، يوما آخر فاز فيه العنصريون للأسف. إنه عار، تعاني من العنصرية وتدافع عن نفسك ثم تطرد في محاولة للدفاع عن نفسك. إلى متى يجب أن نتحمل هذا؟ أنا معك يا أخي، معركتنا مستمرة. ريس جيمس، نيمار، أشرف حكيمي، رياض محرز، كامافينغا، فالفيردي، تشاوميني ورودريغيز وآخرون، الكل تعاطف مع الجوهرة البرازيلية فينيسيوس ضد العنصرية في إسبانيا.